بيكم في حلقة جديدة من رحلة وعي. النهاردة عايزين نسأل سؤال ناس كتير بتهرب منه. ليه في حاجات وجعتنا زمان ولسه بنحس إن وجعها عايش جوانا؟ يمكن تبان جملة صغيرة، بس اللي مر بتجربة دي فاهم إنها جرح مش بيقفل بسهولة. ومعانا النهاردة اللي هينورنا في الموضوع ده استشاري الطب النفسي دكتور نور الدين شاكر. أهلا بيك يا دكتور. أهلا يا صوفيا، وسعيد جدا إني معاكم في موضوع يخص ملايين من الناس. خليني أحكي لك حكاية. في بنت صغيرة شافت حادثة عربية قدامها، عدت سنين لكن كل ما تسمع صوت فرامل أو تشوف شارع زحمة قلبها يرجف بسرعة، تتوتر وتتجنب الطريق كله. السؤال، ليه بعد كل الوقت ده لسه حاسة إن الصدمة موجودة؟ وده بالظبط اللي بنسميه اضطراب ما بعد الصدمة. الصدمة أوقات مش بتبقى مجرد ذكرى، لكنها بتعيش جوانا كأنها بتحصل دلوقتي. يعني اللي بيحصل جوه الجسم إيه يا دكتور؟ ببساطة الجسم عنده إنذار، المفروض يرن وقت الخطر وبعدين يطفي. مع اضطراب ما بعد الصدمة تحديدا الإنذار بيتعلق، فيفضل الشخص عايش في حالة خوف وترقب، وده بيبان في شكل كوابيس، ذكريات مفاجئة، تجنب لحاجات معينة، أو عصبية طول الوقت. طب ما الناس دايما تقول انسى وعدي، الكلام ده ينفع؟ الحقيقة لأ، لأن اللي بيحصل مش في إيد الشخص، دي مش إرادة، ده جسمه وعقله لسه محتفظين بالوجع. زي اللي عنده كسر في رجله، لو قلنا له قوم اجي هيخف بسرعة؟ لأ، محتاج علاج ورعاية. طب العلاج شكله إيه؟ العلاج رحلة مش كبسولة سحرية. أول خطوة نفهم الصدمة والرسالة اللي بتوصلها لي ونحس إننا في أمان. تاني خطوة جلسات علاجية تساعدنا نواجه الذكرى من غير ما تتحكم فينا. وتالت خطوة نرجع لحياتنا تدريجيا ونلاقي دعم من حوالينا. يعني يا دكتور في أمل اللي تعرض لاضطراب ما بعد الصدمة يرجع لحياته الطبيعية من تاني؟ طبعا في ناس كتيرة تعافوا ورجعوا يعيشوا بشكل طبيعي. التعافي مش معناه نسيان، لكن إن الصدمة ما تبقاش هي اللي سايقة حياتك. يا دكتور في ناس بتقول أنا بعد اللي حصل لي ما بقتش أنا، اتغيرت. هل الصدمة فعلا بتغير شخصيتنا ولا ده مجرد إحساس وقتي؟ بصي، بصراحة الصدمة ساعات بتغير حاجات جوانا. في ناس كانت اجتماعية تبقى انطوائية، في ناس كانت جريئة فجأة تبقى خايفة. لكن ده مش معناه إن شخصيتك الأصلية راحت. اللي حصل إن التجربة عملت على نفسك من جواك طبقة خوف، كأنها غشاوة مغطية النور اللي جواك. أنا فاكر حالة شاب اتعرض لاعتداء في طفولته، كان بيقول أنا مش هضحك زي زمان تاني. مع العلاج اكتشف إنه لسه نفس الشخص، الضحكة لسه موجودة بس محتاجة مساحة تطلع. فالصدمة بتأثر لكن مش بتلغي شخصيتك ولا بتلغيك. في سؤال بيلخبط ناس كتير، ليه في ناس لما بيواجهوا خطر مش بيجروا ولا بيدافعوا عن نفسهم، بالعكس بيتجمدوا مكانهم وكأن اللي بيحصل من خطر حواليهم عادي، ولما بيفوقوا بيفضلوا بعد كده يلوموا نفسهم ليه ما عملتش حاجة؟ ده طبيعي جدا. الجسم وقت الخطر عنده 3 ردود فعل، يقاتل، يهرب، أو يتجمد. التجمد مش ضعف، ده زرار أمان بيشغله الجسم لو حس إن مفيش مفر. فاكر سيدة جات لي في جلسة بعد حادثة تحرش، كانت منهارة من فكرة ليه ما صرختش، ليه ما هربتش. شرحت لها إن جسمها وقتها كان بيحاول يحميها من الصدمة بطريقة غريزية. لما استوعبت ده بطلت تجلد في ذاتها وقدرت تبدأ رحلة الشفاء. فالتجمد مش وصمة، ده رد فعل بيولوجي مش اختيار. شكرا جدا يا دكتور نور. ولو انت بتسمعنا وحاسس ان اللي قلناه لمسك، اوعى تفتكر انك ضعيف. انت محتاج مساعدة زي اي حد بيحتاج دكتور وقت المرض. شارك الحلقة مع حد محتاج يسمعها، واستنونا في حلقة جديدة من رحلة وعي.